طيب هي بتفرق معانا في الدايت يا دكتور؟ يعني مثلا النهارده بيكون واحد بيتحرك، هل انا النهارده بتبقى حسبته اصعب لما يكون بيلعب رياضه او بيتحرك او ليه محاذير معينه؟ طبعا يعني هو اللي بيتحرك ده غير السيدنتري خالص، او اللي هو مأنتخ النايم ده خالص. اللي بيلعب رياضه ده ما ينفعش عامله كانه انسان طبيعي. انا دايما بشبه، معلش سامحوني في التعبير، بشبه الرياضي بالحامل. هل الحامل ينفع تعمل دايت؟ هل الحامل ينفع ما تاخدش الفيتامينات بتاعتها؟ هل الحامل ينفع تاثر في التغذيه بتاعتها؟ ما هي لو اثرت في التغذيه بتاعتها هتضر طفلها وهتضر نفسها. فبالتالي نفس الكلام الرياضي عايزين نقول احتياجاته اعلى من احتياجات الطبيعيه، سواء فيتامينات سواء معادن سواء كارب سواء فاتس او بروتينز. كل العناصر الغذائيه لازم تزيد شويه، كل العناصر الغذائيه لازم تتاخد بشكل محسوب، الا هيحصل ليه ضرر بشكل كبير زي الحامل بالظبط. لو هي ما كلتش بشكل كويس بيحصل ليها ضرر، والضرر للبيبي بتاعها. تمام. طب بالنسبه لاختلاف النشاط يا دكتور، يمكن واحد مثلا يوم يشتغل كتير، هتقولي انا ساكنه مثلا في الدور الخامس، احيانا بنزل 3 4 مرات في اليوم واحيانا بقعد، فدي بتتحسب ازاي؟ يعني هو اصلا كان حد بيقول يعني حساب السعرات اللي الواحد بيعملها صعب. هي طبعا الموضوع معقد جدا وبنسبه 90% تقريبي، بس طبعا يعني هو اتعمل عليه ستاديز كتير، ابحاث كتيره جدا عشان يوصلوا لاحسن شكل. فبالتالي احنا عايزين نقول ان احنا بنحاول نوصل لاحسن تقدير واحسن تقييم، وده بيعتمد طبعا على خبره اخصائي التغذيه. هو عارف هو بيعمل ايه، هو فاهم ازاي احسب الكالوريز بتاعتي. بس عايزين نقول بشكل مبسط ان انا يوم بلعب ويوم لا. طب انا اليوم اللي بلعب هاخد فيه كالوريز كتيره، اليوم ما بلعبش ما اخدش فيه كالوريز كتيره. الكلام ده مش صحيح. احنا بنعمل الموضوع تراكمي على مدار الاسبوع. يعني انا في خلال الاسبوع هتمرن كم مره، في خلال الاسبوع كم يوم بعمل نشاط وكم يوم لا. فعلى هذا الاساس انا ببدا احسب الكالوريز بتاعتي وابدا احسب احتياجاتي، عشان ابدا ادي للكلاينت بتاعي او المريض بتاعي، او مش هنقول مريض بقى يعني ان شاء الله، يعني مفيش مرضى ولا حاجه، بس اللي هو الراجل اللي عايز يخس او عايز يحسن اداء الرياضي او عايز يزيد، بديله الكالوريز بتاعته محسوبه على ايه، على مدار الاسبوع، فما بحسبش على يوم واحد. طيب موضوع الرياضه ده طبعا يعني من الناس اللي بيقولك لا بص ابعد عن الرياضه واستنى، ما انا مش مع الراي ده.